بعد نجاح الثورة اتنحى الرئيس محمد حسني مبارك أو تخلى. على العموم الرئيس كت على شرم وحب يعيش حياته كأي مواطن مصري ويحس بمعاناة الشعب، لكن مش كل أفراد النظام السابق لحقوا كرسي في أتوبيس شرم، في منهم اللي نفسه هفته على مزارع ترى، وفي منهم بقى اللي محدش عارف عنهم أي حاجة خالص. أولهم رائد التغيير والشباب، الراجل اللي ورا حسني مبارك. لا مش ده، أنا قصدي الراجل اللي طلع من ظهر حسني مبارك. أيوة هو ده، جمال مبارك، شاب عنده 48 سنة، مشهود له طبعا انه متعلم بره ومتفتح ومثقف واحن على العين من ابوه، ده غير انه علي خفة الدم. ردوا انتوا بقى عليه ده. رد يا حسين. انا مش عارفه هو الراجل ده بيضحك ولا بياخد نفسه بالحضن، او بيتهيألي ان هو بطنه وجعاه من وجبه الكنتاكي اللي كانوا بيوزعوها علينا في التحرير. المهم جمال مبارك طلعت اشاعات كتيره جدا عن مكانه في اليومين اللي فاتت دول. جمال مبارك لا هو بيستجم مع دادي في شرم، ولا بيلعب بلاي ستيشن مع سيف الاسلام، ولا حتى راح كوكب زحل عشان ينشئ لهم حزب وطني جديد. لحظه واحده يا جماعه بس، جاي لنا فيديو دلوقتي حالا انفراد يا جماعه، احنا عرفنا جيمي فين. الضحكه والبسمه والغرائب والمواقف هنطير نجيبها لكم من كل انحاء العالم و جلال علام. عماد اخر من اعمده الحزب الوطني، ده انا هروقكم، اختفى تماما، مع انه اخر مره شفناه كان بيؤكد احنا موجودين، وسنظل كذلك واقفين شامخين حاضنين الناس. محتضنين. بعد الكلمتين الكتيانين دول محدش شاف الامين العام للحزب الوطني تاني في التلفزيون ليه؟ ثواني كده معلش. احنا جالنا فيديو دلوقتي حالا، تعالوا نشوف صوصو فين. اما حبيب الملايين العدلي بقى، فكانت تصريحاته قبل 25 قمة في الفصاحة، لكن لما اتسأل عن صميم اختصاصاته وهي الأمن قال الأمن يعني أنا بعتبر إن ده لا بس اديني فرصة أتكلم. اتفضل يا فندم. اقتنعت الأول يا أستاذ؟ اقتنعت يا فندم. هو صحيح كان وزير داخلية دموي ومتغطرس ملوش أي علاقة خالص بحقوق الإنسانية، إلا أنه كان قمة في اللباقة. الأقوى منه بقى القصير المكير رجل الصفقات والإنجازات أحمد عز، اللي لما اتسأل عن صميم اختصاصاته وهي انتخابات مجلس الشعب رد وقال رندا. طب امال ايه؟ رندا ده مش اقتصاد. رندا. طب امال ايه؟ بليز اي هاف تو بقول لا ارادي. خدي البوكس ده. عز متهم بجرائم كتير لا تعد ولا تحصى، لكن اكبر جريمه هي دي. عز بيقول ان الفيديو ده كلفه 11 مليار جنيه. الكارثه الحقيقيه يا جماعه ان البلد بجد هتخسر موهبه فظيعه في الضبط الايقاعي، فعز ما الداخليه بتعيد تنظيم فرقتها النحاسيه من جديد. هتوحشنا قوي يا عز، لكن النظام القديم ما هنش عليه العيش والكافيار ورقص مع عز في محنته. نظام الهجص خليكوا بقى في الرقص. ما تنسوش تبعتوا لنا لينكات وفيديوهات على التويتر بتاعنا، واوعوا كمان تنسوا تشتمونا وتشرشحوا لنا في الكومنتات بتاعتكم. اسيبكم بقى مع جيمي وفرقته.